انا مش بعرف اقول لا في الشغل. كلنا عندنا نفس المشكلة، احيانا مش بنعرف نقول لا. مش لازم نقول لا على فكرة، بس هي الفكرة انت تبقى عارف انت ما بتعرفش تقول لا ليه. انا ببقى خايف من مديري، ولا انا ببقى خايف على زعل مديري، ولا ببقى خايف على زعل زمايلي في الشغل، ولا ببقى خايف ان كلمة لا دي على الرغم ان انا ممكن اكون صح ممكن تؤدي ان انا اخد او اتعاقب في شغلي او اخد جزاء او اخد حاجة معينة. طب الحل ايه؟ طيب ما تفكر تقول نعم. يعني ممكن لا دي تبقى الحل بتاعها نعم. يعني هقول نعم على كل حاجة؟ لا بالعكس، ما تقولش نعم على كل حاجة. انت مفترض من ضمن المهام الوظيفية بتاعتك، بس انت عندك شغل كتير جدا 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 ومش هتعرف تعمله ازاي. طب ما نجرب نقول نعم للأولويات. هي دي في حد ذاتها هي لا، بس انا ممكن عندي 5 حاجات ومطلوب ان انا اعمل ال5 حاجات دي. طب ممكن اعمل الحاجة دي الاول اللي ليها الأولوية الاولى، فبالتالي انا عملت الحاجتين. انا قلت لا على الكل، بس في نفس الوقت قلت نعم على الحاجة اللي ليها أولوية. برضو ما انت قلت لا من خلال نعم للأولويات، انت برضو ممكن تغير الجدول الزمني للي مطلوب. بمعنى انا عندي زي ما قلنا 5 6 7 حاجات، والخمس 6 7 حاجات دولت هم أولوية، والخمس 6 7 حاجات انت مش عارف تقول لا ليهم. طيب ما يمكن لما الوقت يمتد شوية في حاجة معينة ده بالنسبة لك يبقى مناسب وتقدر تعمله، وتغلب على الخوف من حتة ان انت هتقول لا للحاجة اللي المفترض تعملها. فمفيش مانع ابدا ابدا تبص على الجدول الزمني للي مطلوب منك، وتحاول تتكلم فيه ان انا محتاج وقت اكبر للحاجة دي، ومحتاج أأجل للحاجة دي، ومحتاج شوية إن إحنا ممكن نبدأ بدي الأول ونأجل دي. فليه لأ تلعب في الوقت، وبالتالي هتتغلب على لأ. الحاجة التالتة اللي برضو تقدر تتغلب بيها على لأ، استعين بصديق. مفيش مانع أبدا وانت بتشرح لمديرك أو انت بتشرح لزميلك إن انت في أولويات معينة ممكن تبدأ بيها، وان احنا ممكن نغير الميعاد اللي مطلوب ان انا اخلص فيه الحاجة دي. مفيش مانع ان انت تقول طب هل ممكن نستعين بفلان يساعدني في الحتة دي، هل ممكن اي حد ممكن يساعدني في الحاجة دي. دي برضو حاجات احيانا مفيش مانع ان هي تقبل سواء من مديرك او مفيش مانع ان زميلك يقبلها، بس في الاخر احنا كلنا بندور ان العمل يتم، كلنا بندور ان الهدف يتحقق، فمفيش مانع ان احنا نشترك فيه مع بعضنا. الحاجة الأخيرة إن في حاجات معينة بتبقى خارج سياق العمل أو ضد سياق العمل، أو حاجة بتبقى ضد القواعد اللي بتحكم المكان بتاعك. فدي أعتقد من التجربة والخبرة مش مفترض إن يبقى فيها موائمة. قول لأ على طول، قول لأ صريحة. طيب ما هي ممكن تضرني طالما إن هي ضد قواعد العمل عندك، طالما إن هي ضد البيئة بتاعتك، طالما ان هي ضد مبادئك، مفيش مانع ابدا ان انت تقول لا صريحة قاطعة من غير نعم للأولويات، من غير ان انت ما تغير الجدول الزمني بتاعها، من غير ان انت حتى تستعين بصديق. قول لا على طول وما تخافش من اي حاجة.